نبين الآن أيها الإخوة بعض الأغلاط التي نقع فيها بسبب الإلف اللهجي. الإلف اللهجي أو الإلف اللغوي، إما ما نألفه من عادات نطقية بسبب لهجاتنا العامية إن كنا عربا، أو بسبب اللغات الأخرى إن كنا من غير العرب ونريد أن نقرأ القرآن الكريم. ننتبه إلى اللوحة التي تبين هذا الأمر. نرى على اللوحة أخطاء تقع عند نطق الفتحة. الأمر الأول الذي عادة يكثر الخطأ فيه خلط صوتها بشيء من صوت الكسرة. هذا أمر موجود ويعني مسموع جدا. مثلا بيقول ونمارق ونما، انظروا ونا ونا، والصواب ونا ونا، هكذا ونا، ولا نقول ونا. الأمر الثاني خلط صوتها بشيء من صوت الضمة، وهذا غالبا ما يحدث بسبب أن القارئ يعني يظن بأن تفخيم الحرف المفخم إنما هو بزم الشفتين إلى الأمام، فيقول مثلا ختم، يعني يضم شفتيه إلى الأمام، فيقول مثلا عند نطق الحرف يقول ختم قد، فيظن بأنه إذا ضم شفتيه للأمام فإن الحرف يتفخم. التفخيم لا علاقة له بالشفتين أبدا، وإنما هو تصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك، إلى سقف الحلق، فيصطدم الصوت هناك ويعود وله رنين يملأ الفم. انظروا خا، والشفتين لا تعملان، لا نقول خو خا قا صا، ولا نقول صو، لا نستعمل الشفتين من أجل التفخيم، وإنما نبقيهما بوضعهما الصحيح. نعود إلى اللوحة ونرى الأمر الثالث من الأخطاء التي تكثر عند نطق الفتحة، وهو خلط صوتها بالسكون، وذلك بسبب أو بعدم فتح الفم بالمقدار المطلوب عند النطق بها. هذا منتشر جدا، هذا الأمر منتشر جدا، أن القارئ وخاصة المبتدئ من القراء لما يريد أن ينطق يعني ما هو معتاد على الفتح، فمثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب، ما يحرك شيئا ولا يفتح ولا يضم. هذا معذور في بداية الأمر، معذور، وليس هذا معيبا. يعلم هذا المبحث أن الحرف المفتوح يخرج هكذا، المضموم هكذا، المكسور هكذا، فيعلم ويدرب، وكل شيء بالعلم وبالتدريب يتحسن ويصير النطق صحيحا. أما خلط الحرف المفتوح بالسكون فهذا لا يصح. إذن هذه 3 ملاحظات على نطق الحرف المفتوح.